ومن جانب آخر شهد مجلس عزاء السيد الراحل محمد بحر العلوم حضور العديد من الشخصيات السياسية البارزة تثمينا لمواقفه الخالدة وتضحيته الجسيمة من أجل العراق. لأنه لم يكن رجلا عاديا، كانت وفاته مؤلمة في نفوس محبيه، وهذا ما يؤكده حضور أرفع الشخصيات السياسية بالدولة العراقية في مجلس عزاء العلامة الراحل السيد محمد بحر العلوم طيب الله ثراه. طيب الله ثراه. كان يجمع بين مجموعة من الميزات والخصال الحميدة، وفي النتيجة عندما فكرت قلت إنه يمثل ضمير الشعب العراقي. هذا الرجل كان من الرجال الأوائل ومن العاملين الأوائل ومن الشخصيات التي أسست للعمل الإسلامي، وما هدأ له بال ولا استقر له قرار، وهو يواصل جهاده وعمله لمواجهة البعث وحكومة البعث، حتى من الله تعالى علينا بسقوط هذه العصابة وعاد إلى العراق ليواصل عمله من جديد. كانت حياته السياسية معطاءة بكل ما تعنيه كلمة التضحية من معاني الإطاحة بالظالمين. كان من القادة المتصدين لنظام البائد، أيام كان نظام البائد طاغوتا وجبروتا، وأيضا في نفس الوقت استمر بهذا التصدي إلى ما بعد سقوط النظام. المشروع الوحدوي كان مشروعا مشتركا ما بين السيد الشهيد محمد باقر الصدر وما بين السيد محمد بحر العلوم، ليشتركا معا في رحلة الخلود إلى الملكوت الأعلى. مشروع السيد الصدر كان مشروعا وحدويا يجتمع به العراقيون جميعا. مشروع السيد محمد بحر العلوم كان مشروعا وحدويا يجتمع فيه أبناء العراق كلهم. بالتأكيد السيد الصدر كان داعيا للوحدة بين المسلمين شيعة وسنة، وكان داعيا إلى إقامة دولة عراقية تقوم على أساس عدالة الإنسان وكرامة عدالة الإسلام وكرامة الإنسان. المسيرة العلمية والجهادية للعلامة السيد محمد بحر العلوم تضع المعزين بوفاته أمام مسؤولياتهم لإكمال هذه المسيرة كما أرادها الفقيد أن تكون. من أمام مجلس عزاء السيد محمد بحر العلوم في النجف الأشرف، عبد المنعم الأسدي، العراقية نيوز.